هاي، ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، واهلا وسهلا بكم في عالم نور. ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان خاطر يوصلوكوا كل جديد. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتفعلوا على كلمه اول او كل علشان خاطر يوصلوكوا كل فيديو انا انزله. بس كده، يلا بينا نبدا الفيديو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فيديو النهاردة مكون من حاجات كتيرة جدا، يلا الأول بس تعالوا نتكلم عن مجموعة كيش كينج الجميلة جدا جدا اللي أنا حاليا دلوقتي مبقتش استخدم غيرها وخلاص. يعني خلاص مش هغيرها أبدا بإذن الله. خطيرة جدا جدا وحلوة جدا جدا، فحبيت ان انا اقول لكم عليها. هي بتكون مكونة عن زيت، يعني بتعملي حمام زيت وشامبو وكونديشنر بس وكتبت التودو ليست بتاعتي. طبعا ديت حاجة أكيدة، ولكن قبل كل الكلام دوت أنا كنت عايزة أقول لكم إن فيديو النهاردة مكون من حاجات كتير جدا، أولهم كارما الجميلة الصغنونة دي وحاجات كتيرة جدا جدا يعني. بس يعني يعني ترتيبات رمضان كده، وعشان كده حاطلكوا موسيقى رمضان الجميلة جدا، وحاطلكوا بحيث ان انتوا فاهمين، انتوا تحسوا برمضان كده وجمال رمضان. فبصوا بقى، انا مش عارفة هي الموسيقى ديت حرام ولا لا. الصراحة انا عارفة ان الموسيقى حرام، بس انا مش عارفة موسيقى رمضان ديت حرام ولا لا، فلو عارفين قولولي. وبس انا هنا كنت بقول لكم ان الدنيا مكركبه، وكنت فاكره ان انا هنزل يعني الفيديو بصوتي وكده. كنت عامله اقول لكم ان الدنيا مكركبه ومش عارفه ايه، ودوت دعاء باذن الله هبقى اكتبه لكم في الكومنتات. دعاء يعني كويس قوي وحلو قوي قلته ايام الامتحانات. كان بجد كنت بحس ان ربنا بيكرمني كده قبل ما اقوله وانا رايحه الامتحان. بس بصوا بقى، لو سامعين دوشه او كده فسوري بجد، ان انا فاهمين انتوا مش هعرف اعمل اي حاجه. هي كده. تمام. تمام. مش عارفه ايه اللي انا بقوله دوت والله، بس تمام ماشي. انا هنا كنت بكتب التودو ليست. انا كنت عايزه اعمل في اليوم دوت ان انا ارتب الادراج وارتب الشقه. كنت عايزه اعمل كل حاجه لان انا كنت ناويه ساعتها ان انا هذاكر تاني يوم، فكنت عايزه اللي هو ارتب الدنيا وارتب الاوضه، وعايزه بقى عارفين اعمل بقى في الاوضه بتاعتي تنظيفات رمضان وكده. فاول حاجه بدات بيها، واللي كانت المفروض تطلع من الشقه كلها، وهي الادراج. الادراج بجد عندي في الاوضه متبهدله جدا جدا، واي حاجه حرفيا بنلاقيها بنقوم حاطينها فيها. فدي حاجه بجد اتبسطت قوي ان انا عملتها، ولسه كمان بقيه الادراج انا عملت كام حاجه كده، ولسه كمان في ادراج تاني هتتعمل. فده كان اول درج بقى. اتفرجوا معايا بقى يا خرابي، بصوا المنظر فظيع. كل دي حاجات المفروض ان انا ارتبها ورتبتها والله، يعني الحمد لله. ما ترتبش بنسبة 100% يا جماعة، وانا مش عارفة انزل لكم فيديوهات بسبب ان احنا حياتنا متعلقة بان احنا هنعزل ومش هنعزل. يعني هو ماما كل شوية هنعزل وشوية تقول لأ مش هنعزل، فأنا عايزة ألزق حاجات على المكتب، وفي نفس الوقت أنا معايا الحاجات ديت، فأنا مش عايزة أبوظها. أنا إن لزقتها وبعد كده رجعت شلتها تاني هو عبارة عن ورق هيبوظ. أنا عايزة أعمل معاكم والله ديكورات المكتب قبل الدراسة وحاجات كتيرة جدا، ولكن خلاص أصلا مفيش وقت، فأنا كده كده هلزقهم وعادي بقى، مش مهم، هو كده كده ورق أصلا، فمش مهم بقى نبقى نطبع غيره وخلاص. حاجات تشجعنا كده، عشان خاطر مش هينفع ان احنا نقف. و استنوا بقى الديكور بتاع المكتب بإذن الله هينزل. واتفرجوا برضو، كنت منزلها لكم. انا عامه بدأت دراسة، يعني هبدأ دراسة. انا بكرة عليا اول درس بإذن الله، برضو هتستنوا فيديو اول درس بتاع بكرة، روتين اول درس ليا في الترم التاني. الفيديو ده الصراحة مكون من حاجات كتير قوي قوي، يعني انا مش عارفة هو في ايه، انا رحت فين ده كله. الفيديو ده مكون من حاجات كتير جدا جدا، خلينا نقولهم كده على ما انا باجي. هو ترتيبات رمضان،
وروتين يوم في الأجازة، وإيه تاني، بس تنظيفات رمضان وترتيبات رمضان والروتين يوم في الأجازة، بس كده. ف قوليلي ان انتوا اتبسطتوا بالموسيقى دي، انا بحبها جدا جدا بجد، الموسيقى بتاعت رمضان ديت. انا هنا كنت بقولك بصوا انا هرتب ده كله وبعد كده هخلص مش عارفه ايه وعمالة اتكلم. انا تقريبا هشيل الحتة الطويلة اوي دي يعني كتير اوي. بصوا بقى مسحت الدرج، ابتديت ان انا امسحه كده عشان خاطر ايه يكون نضيف طبعا، دي حاجة يعني طبيعية. بصوا واقع مكياج في الدرج مدمره متوسخ خالص، حاولت ان انا اطلعه كتير جدا معرفتش خالص. انا هنا انا بعمل الحاجات ديت على السرير، فانا شايله ملاية السرير عشان خاطر ما تتوسخش، لكن السرير يتوسخ عادي خالص بجد. هو الحمد لله ما حصلوش حاجه يعني عشان خاطر بس كنا مطمنين. بس بقى زي ما انتم شايفين اهوت، انا كنت مسرعه الفيديوهات مش عارفه ايه اللي حصل. هنا انا خلصت ترتيبات. بصوا حطيت الحاجه يعني على السرير، شفت ايه الحاجات اللي انا عايزاها وايه الحاجات اللي انا مش عايزاها، وبعد كده رتبتهم اهوت بقى على في الدرج. وزي ما قلت لكم ان هما مش مترتبين بنسبه 100%، لان احنا احتمال نعزل، فالحاجات ديت اصلا هتدلق في شنطه في الاخر وهترجع تترتب تاني. فانا بس شفت ايه اللي احنا عايزينه وايه اللي احنا مش عايزينه، وحطيت الحاجات اللي هي المفروض تتحط في الدرج ده بس، لكن بقى مرتبتهمش بقى في مكان وكده، وحطيت منظمات والكلام ده. بس زي ما انتم مش شايفين كده اهو ترتبته وبقى لسه الدرج ده مش هكدب عليكم انا ما عملتوش، ولكن باذن الله هعمله. ده علاج ماما، فهو كده كده هو بيبقى بالمنظر ده. فانا بقى عملت البتاعه الصغيره ديت، رتبتها كمان كانت مليانه حاجات على فكره والله، بس انا مصورتهاش. بس انا هنا كنت بقول لكم ان انا خلاص خلصت تقريبا نص تو ليست. بقى عايزه اقول لكم على حاجه، ان اصلا اليوم دوت بجد انا كنت بادئه تقريبا من العصر والله العظيم، وعملت كل الحاجات ديت وشجعت نفسي وبسطت نفسي وعملت سكين كير وحاجات حلوه كتير اهو. بص يا سبحان الله السكين كير جه يا جماعه عايزه اقول لكم ان بجد الحاجات دي تحفه 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 جدا، وهقول لكم دلوقتي عليها. انا هنا كنت بجد انا عايزه اسيب الفيديو دوت بالصوت بتاعه، فمش عارفه بقى. يلا بقى خلينا نتكلم مع بعض. بص انا هنا كنت اقول لكم ان دوت بيكس ب10 جنيه، وحرفيا انا هقول لكم على حاجات تستعملوها اقل من 50 جنيه، وباذن الله مش هتلاقي اي ريحه فيكي، ودايما هتكوني نظيفه وجميله وعسوله. بص انا بقول لكم ان ده مرطب من كير اند مور بريحه البسكويت والفانيليا، بجد خطير 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 في الترطيب، تحفه جدا. جربوه على ضمانتي. وديت مخمريه واخداها من اختي، ام حبه مخمريه، فانا باذن الله ابقى اخليها تصور لي نوع المخمريه. عايزه اقول لكم برضو ان هي ريحتها بجد حلو جدا جدا، فباذن الله هاخد منها اسمها او اخليها تصورها وهنزلها لكم على المنتدى. وبعد كده برضو الفيبكس ده بجد تحفه تحفه تحفه. الكيس ده ب10 جنيه بيقضي معايا تقريبا اكتر من شهر، والمرطب ب35 جنيه، والمخمريه ودوت برضو مرطب للشفايف، بجد حلو جدا جدا جدا. اما بقى اللي هو محطوط على جنب ده حاجة تاني خالص خالص، بجد ده خطير. بجد حقيقي انت كأنك مش حاطة اي حاجة خالص. انا مش عارفة هو تقريبا من مايت سينما، مش مكتوب عليه هو من شركة ايه، ولكن هو والله معروف وحلو جدا انا هنا كنت اقولكم ان انا جايبه لكم حاجات بجد بسيطة جدا، وحقيقي مش لازم ان انت تأفوري في السكين كير بتاعك، كفايه ان انت بس بتغسلي وشك وبترطبيه، ديت بجد حاجه تحفه جدا. بس هو ده كل اللي طالبينه منك اصلا، تغسلي وشك وترطبيه بس فقط، هتلاقي وشك كويس جدا. وبقى لو انت بقى بتحبي او مثلا عندك انيميا وشك دايما ابيض، فياريت لو تحطي بقى التنت دوت، بجد حلو قوي. لو لقيتوها هاتوه باذن الله لو لقيتوها هاتوه بس. والمخمريه برضو حاجه كويسه جدا، وبلاش نرش برفيوم لان احنا عارفين ان البرفيوم حرام، فخليكي في المخمريه بتدي ريحه بسيطه، واللي هيقرب منك بس هو اللي هيشم ريحتك. غير كده لا. استعملوا المخمريه بجد تحفه جدا، والنوع اللي انا باذن الله هنزله لكم ده بجد خطير. بس كده بقى خلصت، وبعد كده عملت السكين كير وقعدت اتفرج على سوبر ميرو.
وبعد كده اتفرجت على معكم منى الشاذلي. بصوا انا قعدت بقى اتفرج على التلفزيون وما قعدتش على الانترنت ابدا. وبس كده يكون الفيديو خلص، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والى اللقاء.